بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا وقناتكم وصفة طبخة مع سماح. النهاردة بقى احنا هنعمل مع بعض طاجن العكاوي بالبصل. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا. زي ما انتوا شايفين كده الطاجن روعة واللحمة كانت دايبة. انا هنا كان معايا جزء من العكاوي وبرضو كملت بلحمة علشان خاطر في عندي الاولاد مش كلهم بيحبوا العكاوي. المهم هنا كده احنا غسلنا العكاوي وبعد كده حطيناها على طول في طاسة فيها زيت. لازم تاخد الصدمة. انا بعد ما غسلتها سبتها ان هي تصفي ميتها كده، وبعد كده سخنت الطاسة على النار. لازم الطاسة تبقى سخنة قوي علشان الصدمة اللي احنا هناخدها. فزي ما انتوا شايفين كده الزيت كان سخن، وبعدين نزلت بقى العكاوي فيه ونزلت برضو اللحمة. اخدت الصدمة من كل النواحي. وبعد كده كنت انا محضرة مية مغلية عشان اعمل فيها بقى الشوربة بتاعتها. قلبناها كويس قوي لغاية ما يعني ما تبقاش بقى اللحمة حتى فيها دم او اي حاجة. خدت كل الصدمات من كل النواحي كده عشان ما تنزلش اي القيمة الغذائية اللي موجودة فيه، وعلشان برضو في التسوية العكاوي معانا تبقى حلوة ومظبوطة. بعد كده المية المغلية انا كنت حاطة فيها بصل ولورا وكرفس واللي هو الفرع اللي هو الثوم، وبرضو في نفس الوقت اللي بقى الفلفل الحب وطماطم، ولو في عندنا جزر بنظبط الشوربة بتاعتنا. وحطيتها هي واللحمة وسبتها بقى ان هي تغلي وتستوي. هي ما اخدتش وقت طويل في السوا. ديت الزيت بقى اللي احنا كنا حاطين فيه العكاوي واخده الصدمه بتاعتها. نزلنا فيه بقى بالبصلايه. احنا كنا مقطعين البصل زي ما انتم شايفين جوليان. وبعد ما نزلنا البصل قعدنا بقى نقلبه لغايه ما يدبل معانا خالص. هنقلب البصله دي كلها لغايه ما تدبل. طبعا كميه البصل حسب ما احنا حابين ان احنا نحط. الطاجن دوت احنا ممكن نعمله بلسان عصفور، ممكن ان احنا نعمله معانا بالبصل بس. في ناس بتعمله مع الباميه، فحسب ما احنا حابين ان احنا نعمل العكاوي. احنا هنا بس هنعملها بالبصل. فبعد ما البصلايه بتدبل بقى معانا، احنا هنا هننزل بقى. احنا كنا مقطعين، كان عندنا فلفل الوان احمر واصفر وفلفل اخضر برضو. نزلنا بقى بعد ما البصلايه لقيناها ان هي دبلت معانا، نزلنا بالفلفل. قلبنا بقى كويس، وبعد ما الفلفلايه برضو اتقلبت في البصله وكله اندمج مع بعضه، نزلت معلقه من الثوم المفروم، معلقه حلوه كده من الثوم المفروم. وقلبناهم بقى كلهم. طبعا الثوم انا نزلته في الاخر علشان التوميه ما تتلسعش معانا، فبنحاول ان احنا ننزلها في الاخر. نزلنا بقى بالثوم المفروم وسبناه الاول ياخد برضو كده صدمته، وبعد كده قلبناهم كلهم مع بعض. وبعدين التوابل بتاعتي اللي انا بنزل بيها توابل لحمه، فلفل، كزبره، ونظبط الملح بتاعنا. حابين بقى ان انتوا تزودوا توابل، بس انا كنت عايزه ان طعم اللحمه يبقى باين وظاهر. قلبناهم بقى التوابل كلها بقى مع بعض. انا هنا بعد ما قلبت التوابل وحسيت بقى ان الطبق كله معايا كده، البصل مع الفلفل كله اندمج مع بعضه، نزلت بمعلقه من معجون الطماطم. لو في طماطم متواجده عادي بننزل بيها. انا نزلت هنا بمعلقه كبيره من معجون الطماطم وظبطت الملح بتاعي، ونزلت بقى من الشوربه وسبتهم ان هم ياخدوا مع الشوربه شويه ويندمجوا مع بعض. بصل والحاجات اللي احنا هنحطها معانا في الطاجن. الشوربه طبعا لازم ان هي ننزلها شويه كده مع البصل بحيث ان هو كله يستوي في بعضه. وكده انا كنت ظبطت بقى البصلايه بتاعتي خلاص اللي هتتحط في الطاجن بتاعي على ما اللحمه كانت استوت. وزي ما قلت لكم اللحمه ما كانتش اخدت وقت كبير، طبعا بيختلف من حسب نوع اللحمه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت عملت بقى البصل، واللحمه خلاص كانت استوت، وزي ما انتم شايفين كانت جميله ودايبه لدرجه ان اللحمه نفسها بقى كمان كانت بتتقطع من بعضها من كتر ما هي دايبه. جبت الطاجن ونزلت الاول بقى بالبصل والفلفل، وبعد كده نزلت باللحمه، وحطيت بعد كده الشوربه علشان الطاجن لسه هيخش معانا الفرن. زي ما انا قلت لكم شايفين اللحمه قطع صغيره من كتر ما هي كانت بتتقطع مع بعضها من كتر ما هي دايبه. هننزل بقى بالشوربه ونظبط الطاجن بتاعنا. بس انا هنا كنت لقيت ان الطاجن كان كبير على اللحمه، فغيرته بقى وجبت طاجن تاني حجمه اقل علشان اللحمه بقى كلها تبقى ظاهره مع البصل وكل الكلام ده. زي ما انتم شايفين اهوت غيرنا الطاجن. هندخله بقى الفرن، هنغطيه بالفويل وندخله الفرن في حدود تلت ساعه. كده كده كل حاجه مستويه معانا، بس احنا هندخله ان هو ياخد من ريحه الفرن كده وكله يندمج مع بعضه. زي ما انتم شايفين بعد تلت ساعة الطاجن بتاعنا كان طلع كان زبدة.
واللحمه مستويه وكان تحفه زي ما انتم شايفين. يعني بتتخلع من العظم، كانت جميله جدا. والصوص بقى وكله مندمج مع بعضه. هندخله بس الفرن ياخد تشميع، اللي حابب ان هو ياكله كده هو طعمه كان روعه جدا، بس احنا هندخله بس الفرن تحت الشوايه ياخد ايه الطبقه اللي فوق بس تشميعه كده. وبعد ما دخلناه زي ما انتم شايفين بقى طلع طعمه روعه، اللحمه دايبه فعلا. الطاجن دوت روعه روعه روعه، جربوه. وعلى فكره ما كانش دسم خالص، كان طعمه جميل. اللي حابب بقى ان هو كان ياكل لحمه، احنا كنت كده كده حاطين معاه اللحمه. اللي حابب ان هو كان ياكل من العكاوي، اللي حابب ان هو كان ياكل مع اللحمه. وزي ما انا قلت لكم بالطريقه اللي انتوا بتحبوا تعملوها، عايزين تعملوه مع رز مع لسان عصفور، عايزين تعملوه مع الباميه، زي ما انتوا بتحبوا. بس جربوا الطريقه ديت هتعجبكم جدا جدا جدا. هناكله برز، هناكله بعيش. انا بالنسبه لي الطواجن ديت من اسهل الاكلات اللي انا بحب اعملها، لا بتاخد مني ولا وقت ولا مجهود. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى يلا اللايك والشير.